وبعد طول انتظار رجعت لكم من الصين بفيلم نار. يلا بينا. الفيلم بيبدأ في القرية الصينية دي، وكانت البنت الصغيرة دي بتلعب في المية، وبيبقى ابوها شغال صياد وبيجهز عشان ينزل المية. بس اول ما بينزل المية بنته بتزعل وبتفضل تعيط عشان بتبقى عايزة ابوها ما يسيبهاش ويفضل يلعب معاها. فابوها بيلاحظ انها متضايقة فبيفضل يرقص في المية عشان يضحكها، وفعلا بنته بتضحك وبتكون فرحانة جدا. بس فجأة في حاجة بتضرب ابوها وهو في المية، وبتفضل تسحبه لتحت وبتاخده يمين وشمال. والبنت بتبقى لسه بتضحك وعلى بالها ان ابوها بيرقص عشان يضحكها، وما بتاخدش بالها خالص ان ابوها بيبقى بيموت، لغايه ما بيظهر دم على وش الميه وبيكون الوحش قتل ابوها. في الوقت ده البنت بتعيط جامد، وسكان المدينه في ثواني بيجيبوا صياد شياطين عشان يقتل الوحش اللي في الميه. وفعلا بيجيبوا الراجل ده وبيقرا تعويذه شيطانيه وبيرمي جسم مسحور في الميه وبيعمل انفجار هائل، وكل سكان المدينه بيكونوا مندهشين لان بيظهر بعد الانفجار ده سمكه عملاقه على وش الميه. والدجال بيفهمهم ان السمكه دي كان في شيطان دخل جواها بس هو خلص عليه. فكل سكان المدينه بيشكروا الدجال علشان حرق الشيطان وانقذ حياتهم. لكن فجاه بيحضر صياد شياطين تاني اسمه تانك، وبيقول للناس ان الشيطان لسه في الميه ما اتقتلش، وان السمكه اللي طلعت دي كانت مجرد سمكه عاديه. فالدجال بيتضايق عشان تانك بيطلعه ما بيفهمش حاجه، وبيزعق له وبيقول له امشي من هنا. وكل سكان المدينه كمان بيتلموا على تانك وبيضربوه وبيعلقوه من هدومه عشان بيحسوا انه شخص مزعج، وبينطوا كلهم في الميه وبيبقوا فاكرين ان الميه خلاص ما عادش فيها شياطين. بس تانكي بيبقى متاكد ان الشيطان لسه موجود في الميه. وفعلا مره واحده الشيطان ظهر تاني وافترس الست دي، وكل سكان المدينه اتخضوا واترعبوا من المنظر وهربوا كلهم من الميه، وبيعتقدوا ان الشيطان مش هيفترسهم وهم بره الميه. بس برضه ما بيسلموش من انياب الشيطان، وبيطلق عليهم لسانه وبيشدهم بيه. وطفله الصغيره بتبقى مرعوبه وبتجري على امها، بس الشيطان بيصطادها بلسانه وبيبقى مصمم يشدها للميه ويقتلها. في الوقت ده سكان المدينه بيتجمعوا بكل قوتهم بيشدوها، وبيفصلوا لسان الشيطان عن باقي جسمه وبينقذوا طفله على اخر لحظه. بس الشيطان بيطير على طفله وبياكلها، وام طفله بتفضل تصرخ وبتنط بسرعه في الميه عشان تنقذ بنتها. في الوقت ده تانك بيبقى عايز يفك نفسه، وام طفله بتترعب وما بتقدرش تتحرك اول ما الشيطان بيظهر لها في الميه. والشيطان بيبقى عايز ياكل ام طفله، بس بتترجى انه يرجع لها بنتها تاني. لكن الشيطان بيتضايق اكتر وبيقوم واكلها وبيدمر المكان بديله. فسكان المدينه ما بيقدروش يقفوا على رجلهم وكلهم بيقعوا. في الوقت ده بيكون في طفل صغير هيقع في الميه، بس تانكي بيكون فاكي نفسه ونزل على الجسر وبينط على الخشبه دي عشان ينقذ الطفل. وفعلا عرف ينقذ الطفل، بس الشيطان بيطلع من الميه وبيهجم عليه. فتانك بسرعه بيهرب منه، والشيطان بيتعلق على الجسر الخشبي، وبيستغل تانك تقل الشيطان وبيخليه يطيره بره الميه. وبسرعه تانك بيروح لام طفل عشان يرجعها لها. في الوقت ده بيلاقي الدجال هربان وسط الناس وخايف من الشيطان. ومره واحده بنشوف البنت العملاقه اللي وزنها تقيل جدا دي بتبقى خايفه وبتجري، ومن تقل وزنها بتهز الارض وهي بتجري. ومره واحده بتنط على الجسر الخشبي وبيطير الشيطان من عليه، وبينزل على دماغ الدجال اللي كان بيحاول ينجو بحياته ويمشي. في الوقت ده الشيطان السمكه بينتهي لانهم خرجوه بره الميه، وبيتغير شكله لشكل شاب عادي مفيش منه اي خطر. بس كل سكان المدينه اول ما بيشوفوه بيكونوا كلهم عايزين يخلصوا عليه، ولكن تانك بيهديهم وبيعرفهم ان موت الشاب ده مش هو افضل حل. بيطلع حاجات من معاه يعزف بيها الحان يعمل بيها تعويذ بتاعته، وبيطلع كتاب بيكون كاتب فيها اغاني مسحوره، وبيقرر انه يحول الشر اللي ساكن الشاب الخير، وبيكون شايف ان الحل ده افضل من انهم يقتلوا الشاب. وبيبدا فعلا يعزف الحان مسحوره وبيفضل يغني وبيقول للشر اللي جوه الشاب يبعد عشان العالم مش عايزه. والشاب بيبدا يتاثر بتعويذه تانك، والناس بيكونوا منبهرين، وتانك بيفضل مستمر في الغنى وبيفضل يسيطر على الشاب لحد ما الشاب بيبقى عامل زي المجنون، وبينزل ضرب في تانك عشان يوقفه عن السيطره عليه. وكان خلاص هيقرب يقتله، بس ظهرت البنت دي وشدته من شعره وفضلت تضربه، وقدرت تسيطر عليه وسجنته جوه جراب مسحور. وقدرت تحول الجراب ده للعبه صغيره على شكل الشيطان السمكه، وبتبقى البنت دي اسمها ديوان، وبتكون هي كمان صيادة شياطين محترفة. وبيفرجها تانك على الحاجات اللي بيسلسل بيها الشياطين، بس ديوان بتستهزأ بيه لما شافت الحاجات اللي بيشتغل بيها وبتفضل تضحك عليه. في الوقت ده كانت المدينة بالكامل بتشكرها عشان قدرت تخلصهم من الشيطان السمكة الشرير. وتانك بيشوف انه ما قدرش ينجح في المهمة دي لوحده وبيفضل يعيط، ولكن المعلم اللي بيدربه بيهديه وبيقول له مش حاجة بسيطة انك تحول الشر الخير، وبيعرفه ان لسه في شياطين تانية كتير ولسه قدامه فرصة تانية يثبت نفسه. وبيقول له ان
انه في شيطان موجود جوه مطعم قريب من المدينه وبيقدم للناس لحم بني ادمين على انها لحمه عاديه. فتانك بيستنى الليل يجي وبيروح للشيطان المطعم بتاعه، والغريبه ان بيلاقي الناس مستمتعين بالاكل ومش عارفين انهم بيتنصب عليهم. ومره واحده ست بتظهر لتانك وبتبقى هي صاحبه المطعم، ولكن تانك كان عارف ان الست دي هي الشيطان لكن متنكر. ولكن تانك بيطلب من الشيطان بكل هدوء انه يظهر في صورته الحقيقيه ويسلم نفسه، بس الشيطان مش بيوافق يستسلم وبيتعصب وبيبقى عايز يقتل تانك. في الوقت ده ديوان بتيجي تاني وبتلحق تانك قبل ما الشيطان يقتله، وبتفضل تضرب فيه بكل قوتها لحد ما بتخلص عليه وبتحوله لحبه تراب، وبتقف في وش كل الشياطين اللي موجودين جوه المطعم، وبتقدر تخلص على عدد كبير منهم بواسطه حلقات سحريه هي صنعتها بنفسها، وبتخلص عليهم وبتقول لهم كبيركم فين، انا عايزاه يظهر لي. في الوقت ده بيجي من وراها شيطان وبيبقى عايز يقتلها من ظهرها، بس بتطلع محترفه وبتلف له وبتمسك فيه وبتفضل تضربه وهو بيفضل يضربها. لكن في الاخر ديوان بتكون اقوى منه وبتقدر انها تسيطر عليه، وبتستجمع كل الحلقات بتاعتها وبتضرب الشيطان بيها، وبتركز في كل ضربها على وشه وبتقطع له الجلد بتاع وشه، وفجاه مناخيره بيظهر شكلها الحقيقي وبتبقى مناخير خنزير. فالشيطان بسرعه بيمسك جاروف حديد وبيحمي نفسه من ضربات ديوان، وبيقرب من ديوان جدا وبيطير في الهواء، بيبقى خلاص هيخلص عليها، بس ديوان بتحمي نفسها وبتطلع حلقات صغيره عشان تحمي نفسها بيها. بس الشيطان كان اقوى منها وضربها بالجاروف الحديدي على جسمها وعمل لها اصابه خطيره. فديوان خدت نفسها وجريت بسرعه قبل ما الشيطان يخلص عليها، وطارت من ورا الشيطان وخنقته من رقبته وضربته برجليها. فالوش الحقيقي للشيطان بيظهر وبيطلع انه في الاصل خنزير، وديوان بتكتفه وبتخليه ما يعرفش يتحرك، وبتطلب المساعده من تانك وبتقول له تعالى اسجن الروح الشريره بتاعه الخنزير. وتانك بيجمع قوته عشان يثبت نفسه قدامها وينجح في المهمه دي، بس لما بيبص للخنزير وبيشوف وشه قوته كلها بتروح وما بيعرفش يعمل حاجه، وبيقع على وش الخنزير وكانه هيبوسه، بس تانك بيطلع ذكي وبدل ما بيبوسه بيسحب روحه الشريره في بقه. فديوان بسرعه بتسحب الروح الشريره بتاعه الشيطان من بق تانك وبتحبسه جوه جراب مسحور من بتوعها، بس الشيطان بيفضل يرفس وكان اقوى من الجراب السحري، وفضل الشيطان جسمه يكبر وظهر في هيئته الحقيقيه لحد ما فرتك الكيس وبقى في شكل خنزير عملاق. وتانك وديوان كانوا مرعوبين وهربوا بسرعه من المكان، والمكان اتدمر بالكامل، وفعلا عرفوا ينجوا بحياتهم من شيطان الخنزير. وراحوا عند البحيره دي، وديوان بتطلع اتصابت وهي بتحارب الخنزير، وبتكشف لتانك عن مكان الاصابه اللي في جسمها وبتطلب منه يعالجها ويوقف لها النزيف عشان ما تموتش. وتانك بيساعدها وبيعالج لها الجرح بتاعها، وديوان حست انه حنين عليها فحبته وكانت عايزاه يبوسها. فتانك اتكسف وحس انها بتطلب منه حاجه هو مش عايز يعملها، فبسرعه سابها ومشي. وفي اليوم التاني تانك بيروح للمدرب بتاعه وبيحكي له انه برضه ما نجحش في المهمه اللي كلفه بيها، بس المدرب بيقول له عشان تقدر تهزم الخنزير لازم ملك الشياطين يساعدك، وبيعرفه انه اسمه وكونج، وبيعرفه مكانه، بيقول له هتلاقيه تحت جبل كبير الشياطين حبسوه فيه من 5000 سنه. وتانك بيستنى الليل يجي وبياخد نفسه وبيروح عند المكان اللي فيه الجبل، بس مره واحده وهو ماشي بيقع في فخ بيكون عاملينه له 5 اشخاص، وبنعرف بعد كده ان ال5 اشخاص دول بيبقوا رجاله ديوان، وبتبقى كلفتهم يعملوا فيه كده عشان بتبقى عايزه تتجوزه. ولكن برضه تانك بيبقى رافض وبيقول لها انه معتبر نفسه راهب، والراهب ما ينفعش يتجوز ولازم يفضل طول حياته عازب. فديوان بتتضايق منه جدا وبتخلي رجالتها يحبسوه، وما بتبقاش عارفه ازاي تخليه يقع في حبها. فاختها بتروح لها وبتقول لها لازم تلفتي انتباهها وتتعاملي معاه بانوثه اكتر من كده، وبتقول لها حاولي ترقصي قدامه وتجذبيه ناحيتك. وديوان بتجرب ترقص قدام اختها بس بتكتشف انها ملهاش في الرقص خالص، فاختها بتساعدها وبتصنع لها تعويذه سحريه وبتلزقها عليها عشان ترقص هي وديوان قدام تانك تتحرك بنفس الحركات. وفعلا بتروح لتانك الزنزانه اللي حابساه فيها، بس كل ترتيباتهم بتبوظ وسحر التعويذه مش بيشتغل، وديوان بدل ما بترقص لتانك بتفضل تضرب فيه، وكمان تعويذه الرقص بتقع من على ديوان وبتلزق على ظهر تانك. وديوان بتتصدم لما لقت انها ضربته بدل ما ترقص له، فبتزعل من نفسها وبتمشي. في الوقت ده تعويذه الرقص بتبقى انتقلت لتانك، واختها بره بتبقى بترقص ومش عارفه حاجه، وتانك بيبقى جوه بيرقص وبيحرك جسمه بنفس الحركات اللي بتعملها اخت ديوان. في الوقت ده الحراس بيشوفوا تانك وهو عمال يهز جسمه وبيسخروا منه عشان كمان بيقلع هدومه وهو بيرقص، وبيدخلوا عليه وبيمسكوه يضربوه. بس بسرعه اخت ديوان بتروح لهم وبتشرح لهم الحكايه كلها. في الوقت ده الشيطان الخنزير بيوصل لهم وبيهجم عليهم، فبيركبوا كلهم العربيه دي وبيهربوا منه، بس الشيطان الخنزير بيبقى اسرع منهم وبيوصل لهم وبيكون هيكسر لهم العربيه. فديوان بسرعه بتخرج تانك من العربيه عشان ما يحصلوش حاجه لما الشيطان الخنزير يدمر العربيه وهم جواها، وفعلا الخنزير بيدمر لهم العربيه
بس ما فيش حد بيحصل له حاجه، لكن الشيطان الخنزير بيبقى مصمم يخلص عليهم وياخد بطاره من تانكي وديوان عشان ضربوه في المطعم. بس مره واحده بيظهر محارب عنده قوه نمر عملاق وبيضرب الشيطان الخنزير وبيكون اقوى منه وبيقدر انه يشيله ويضربه برجله، فالخنزير بيهرب بسرعه علشان حس انه هيتقتل. وبنعرف ان المحارب النمر ده بيكون صياد شياطين ومعاه واحد كبير في السن اسمه مايتي فود، وبيبقى معاهم واحد تالت بيكون امير ومعاه 4 مربيات بيرموا عليه ورد بشكل مستمر، وبيعرفوهم انهم جايين مخصوص عشان يخلصوا على الشيطان الخنزير. وتانكي بيبقى متضايق منهم عشان عارف انهم بيقتلوا الشياطين مقابل الفلوس بس ومش عشان ينقذوا الناس الابرياء، وبيقول لهم انتوا ما ينفعش تبقوا صيادين عشان ما عندكوش مبادئ ولا شرف، وبيطلب كتاب الاغاني من ديوان عشان كانت واخداه منه، وبيزعق لها وبيقول لها بعدي عني بقى واخرجي من حياتي. فديوان بتزعل وبتقطع له الكتاب بتاعه وبتتعصب عليه وبتزعق له وبتقول له لولا اني باجيلك وبنقذك كل مره كان زمانك ميت دلوقتي. وتانكي بيسمع الكلام ده وبيبقى مكسوف من نفسه وما بيلاقيش اي حاجه يقولها، وديوان في الوقت ده بتدلع على الاميره عشان عايزه تانكي يغير عليها بس ما بيعبرهاش وبيسيبها ويمشي. فديوان بتشوفه مشي فبتتضايق منه قوي. وتاني يوم تانكي بيكون قدر يوصل لمكان الجبل اللي فيه ملك الشياطين وبيلاقي المكان مليان زهور زنبق وبيستغرب ازاي الزهور دي منبته ومفيش ميه في المكان اصلا، وبيلاحظ ان في زهره زنبق عملاقه وبتبقى مغطيه حفره كبيره، فبيقرر ينزل الحفره دي ويشوف فيها ايه، وبيتفاجئ لما بيلاقي فيها راجل باين عليه انه مجنون والراجل ده بيفضل يبوس فيه ويحضنه. فتانكي بيفهم على طول ان هو ده وكونج اللي المدرب بتاعه كلمه عنه وبيقول له انه محتاج مساعدته عشان يخلص على الخنزير. بس بيلاحظ ان الراجل المجنون ده مفيش حاجه شاغله باله غير انه يخرج من المكان ده ويتحرر، وبيبقى عايز يخدع تانك عشان يحرره ويفك له السحر اللي سجنه بقاله 500 سنه، وبيقول لتانك ان مفيش حد هيقدر يهزم الشيطان الخنزير ابدا وهو الوحيد اللي هيقدر عليه. بس تانك بيبقى فاهم انه بيحاول يغويه عشان يخرجه ويفك له تعويذه، وحيل وكونج ما بتدخلش على تانك، فوكونج بيزهق من تانك وبيقرر يهرب ويخرج بره الكهف لكن مش بيقدر، والحبال دي بتكون مسحوره وبتكهربه بكل شراسه، وكمان فضلت تجلد فيه عشان بيحاول يكسر تعاليم التعويذه. فوكونج بيصعب على تانك وبيقول له خد الموزه دي كلها، فبيفرح بالموزه جدا لانه بقاله كتير جدا ما كلش اي حاجه، وبيقرر يساعد تانك وبيعرفه ازاي يقدر يغلب الخنزير، وبيعرفه ان الخنزير كان متعلق جدا بمراته فلازم نجيب بنت جميله تفضل ترقص تحت ضوء القمر عشان الشيطان الخنزير يتجذب ليها ويجي. ولما يجي وكونج بيقول له احبسه معايا جوه الكهف، فمره واحده ديوان بتجيلهم وبتقول لهم انا سمعت الخطه بتاعتكم، وبتطلب منهم تبقى هي البنت اللي هيصطادوا بيها الشيطان الخنزير وانها ترقص تحت ضوء القمر. بس تانك بيرفض انها ترقص للخنزير وبيقول لها امشي، بس وكونج بيبقى خلاص وافق انها ترقص للخنزير وبقى كمان بيعرفها ازاي هترقص. والظاهر ان تانك واقع في حب ديوان عشان بقى غيران عليها وهي بترقص مع وكونج، ولما الليل بيجي ديوان بتفضل ترقص تحت ضوء القمر وتانك بيبقى معاها وبيعزف لها الموسيقى وبيعجب بيها اكتر لما بترقص قدامه. وفعلا مره واحده الشيطان الخنزير بيبقى داخل عليهم وكونج بسرعه بيقرا عليه تعويذه وهو جوه كهف، فالشيطان الخنزير بيبقى دوب دخل راسه لوكونج عشان يضربه بس وكونج بيسحب باقي جسمه وبيسجنه معاه جوه الكهف. فديوان بسرعه بتحول الخنزير للعبه صغيره زي الشيطان السمكه وبتدي الشيطان الخنزير والشيطان السمكه لتانك عشان يحول الشر بتاعهم لخير بتعويذه الموسيقى بتاعته، وبتدي لتانك خاتم وبتلبسهوله وبتبقى عايزه تتجوزه، بس برضه تانك بيرفض وبيكسفها وبيبقى عنده صبعه يتقطع بس ما يرتبطش او يتجوز. فديوان اول ما شافته بيعمل كده خدت الخاتم اللي جابته له عشان تتجوزه وادت له كتاب الاغاني بتاعه اللي كانت قطعته له بس جمعته تاني، لكن تانك بيبقى متضايق منها لدرجه انه بيبقى مش عايز ياخد منها الكتاب. فديوان بتزعل منه جدا وبتفضل تعيط وبتسيبه وتمشي وبتقول له انها مش هتخليه يشوفها تاني ابدا. وتانك بعدها بيطلع بره الكهف وبيبص لضوء القمر وبيبقى زعلان علشان مشيت وبيحس من جواه انه بقى بيحبها بجد. ومره واحده بيلاقي وكونج بيندع عليه من جوه الكهف وبيقول له ابعد زهره الزنبق من قدام مدخل الكهف عشان نفسه يشوف ضوء القمر الجميل. وتانك فعلا بيسمع كلامه وبيشيل الزهره، بس بسبب كده الزهره بتولع وكل زهور الزنبق اللي في المكان بيولعوا والكهف بيتدمر، وكونج بيبقى شايف كده وفرحان وبيضحك. ومره واحده بيخرج من الكهف وبيتحرر في شكل كره كلها نار وبينزل لتانك وبيطيره من فوق الجبل، بس بسرعه بيمسكه قبل ما يقع وبيسخر من تانك عشان عارف يضحك عليه ويخليه يحرره. بس تانك بيرد عليه وبيقول له مهما عملت مش هتعرف تهرب من الملك بوزة عشان الملك بوزة شايف كل حاجه بتحصل. فوكونج بيتضايق لما تانك بيقول له كده وبيقطع له شعره كله، وبيتضايق اكتر عشان تانك ما بيضعفش حتى بعد ما قطع له شعره. وفجاه ملك الشياطين بيلاقي ان في حد بيهجم عليه من ظهره، فبيبص بيطلعوا صيادين الشياطين الثلاثه، واول واحد بيبقى هو نجم الشمال وبيبقى عايز يهجم على ملك الشياطين، بس وكونج بيهجم عليه الاول وبيموته. ومايتي فود بيحول رجله لرجل عملاقه وبيخبط ملك الشياطين بكل قوته وبيطير في الهواء وبينزل عليه برجله، بس ملك الشياطين بيفرتك له رجله وبيطلع من تحتها وبيطير في الهواء وبيقتله
بيقتله وبيرميه على الامير، والامير بيطلب من المربيات الاربعه يرموا مايتي فوت بعيد، وبيهجم على ملك الشياطين وبيطلق عليه سيوف كتيره جدا، بس ووكونج بيطير بسرعه وبيهرب من كل السيوف، ولكن لما بيشوف ان السيوف بيطاردوه منين ما بيروحوا بيهجموا عليه بيخرج السلاح بتاعه وبيفرتك كل السيوف، فالامير بيشوف كده بيقوم مجمع كل السيوف في شكل سيف واحد وبيبقى عايز يقتل بملك الشياطين، وفعلا سيف الامير كان قوي جدا وكسر بيه عصايه ملك الشياطين، بس ملك الشياطين قدر يكسر السيف ويفرتكه بالكامل، وبعدها انقض على الامير وخرج موجات صوتيه ناسفه، وخرج ملك الشياطين من جواه غوريلا كبيره جدا، وقدر انه يقتل الامير ويخلص عليه تماما، وبعدها بيروح لتانك عشان يقتله، بس مره واحده ديوان بتيجي وبتقف قدام ملك الشياطين عشان تحمي تانك. حتى بعد الكلام اللي قاله لها برضه بتبقى بتحبه وبتحارب وكونج بالحلقات السحريه بتاعتها، لكن كل الحلقات بتتدمر اول ما بتلمس وكونج، فديوان بتشوف كده فبتروح له بسرعه وبتهجم عليه، بس وكونج بيقدر عليها وبيخبطها في وشها وبيبعدها، فتانك بيجري عليها وبيبقى زعلان عشانها قوي، وديوان بتبقى عايزه تعرف تانك بيحبها ولا لا، فبتساله وبتقول له بتحبني، فتانك بيفضل يعيط وبيعترف لها بحبه وبيقول لها كتير كنت عايزه اعترف لك بس ما كنتش بقدر، وبعد ما تانك بيقول لها انه بيحبها بتموت والدموع بتبقى ماليه عينيها، فتانك بياخد الخاتم اللي كانت جايبه له وبيلبسه، وبعدها وكونج بيطير جسم ديوان في الهواء وبيفرتكها تماما، بس مره واحده بيحس ان في قوه كبيره بتتكون من ورا ظهره، فبيبص بيلاقي تانك اكتسب قوه جباره، وبيقرا تعويذه من كتاب الاغاني بتاعه، وبيفضل يكرر التعويذه لحد ما بيتواصل مع الملك بوذا، وبيبقى مسيطرين هما الاثنين على الكوكب، وبوذا بيدخل ايده جوه الكوكب وبيتسبب في زلزال كبير جدا وبيخترق الغلاف الجوي للارض، وايد بوذا بتتحول لكتله كلها نار، بس وكونج برضه كان مصمم ما يستسلمش وبيحاول يقف قدام الملك بوذا وبيحول نفسه لغوريلا عملاقه، في الوقت ده بوذا كان هيقتله لكن وكونج قدر يحمي نفسه، بس ما بيقدرش يستحمل اكتر من كده لان كف الملك بوذا كان كبير جدا، وفعلا قدر الملك بوذا انه يهزم وكونج، وفجاه الشيطان بيتنقل لمكان تاني وبيبقى تلميذ عند تانك، والمدرب بتاع تانك بيقول له دلوقتي انت بقت جاهز انك تسافر للغرب وتجيب كتب التعويذ المقدس من الهند، وفعلا تانك بيسافر للهند وبياخد معاه الشياطين اللي هزمهم، وبيبقى قدر يحول الشر بتاعهم لخير وكمان خلاهم تلاميذ عنده، وبتبدأ رحلة جديدة بيهم هما الأربعة. وكده خلص الفيلم، لايك للفيلم واشتراك في القناة عشان نخش على الفيلم اللي وراه. السلام عليكم.